السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير في احسن حال. احنا قلنا هنتكلم عن سلسلة حلقات كده عن الصحة النفسية. في الفيديو دوت هو هيبقى فيديو طويل شوية، هكلمكم عن تقنيات التعامل مع الناس، ازاي نتعامل مع الناس. في شوية يعني في ناس مش بتعرف تتعامل، في ناس انطوائيه وحرفيا بيقولوا لي احنا مش بنعرف نتعامل مع الناس، وفي ناس بتقعد تتعامل مع الناس في اوقات بتتعامل معاهم وبتصبر عليهم اكتر من اللازم لغايه ده لما ياثر على نفسيتها، او في ناس بتعتزل الناس لان هي مش عارفه تتعامل معاهم ازاي. طب ازاي هنحط لنفسنا كده زي ايه، بروجرام كده هنمشي عليه ازاي نتعامل مع الناس، نبقى فاهمين وعارفين ازاي نتعامل مع الناس. في يعني كذا مقوله كده منسوبه لسيدنا عمر بن الخطاب، انا شايفه فيهم كميه راحه نفسيه رهيبه، لو طبقناهم فعلا صح فيهم كميه راحه نفسيه رهيبه. اول حاجه هو قال لنا ايه، ان احنا ازاي نخالط الناس، ازاي نتعامل مع الناس. هنخالط الناس وهنحط مبدا، ان احنا مبدا كده قدامنا، ان احنا هنخالط الناس باللي هم بيظهروه لينا تجاهنا، وربنا يتولى ما في صدورهم. بمعنى ايه؟ الناس والله بقى كويسين معانا وبيعاملونا حلو، وانتي حبيبتي وانتي حياتي وانتي صاحبتي وانتي اختي وانتي مش عارفه ايه، زي الفل زي الفل، خلاص انتي حبيبتي انتي كمان، وانا بعاملك باللي انتي ظاهره. بس اصل انا حاسه انها بتضحك عليا، لا اصل انا حاسه انها، اصل انا بيوصل لي كلام ان هي بتقول في غيابي كذا وكذا وكذا، اصل انا لا بيوصل لي كلام. احنا هنعاملهم باللي هم بيظهروا لينا. ده ما هي قالت ان انتي حبيبتي وانتي صاحبتي وانتي، خلاص ما ده الظاهر انا هتعامل على الظاهر. طب والغي الكلام اللي بسمعه، والله يعني لو كلام من ثقه ومن ناس ثقه قوي فنحاذر سنه، لكن لو برضو كلام انا ما بحبش اصلا بطبعي الناس اللي بتنقل الكلام، لان اللي بينقل على غيرك اكيد بينقل عنك، فالناس دي نخلي بالنا منهم. طب لو ناس ثقه فعلا وانا عارف ان هم بيحبونا وبيتمنوا لنا الخير، فنحاذر سنه من الناس دي، لكن نعاملهم بالظاهر. هنا احنا بنفوض امرنا لله وبنقول له يا رب، يعني بما معناه انت اللي عالم الغيب وانت اللي مطلع في صدور الناس دي، انا هعاملهم بما يرضيك يا رب، وانت تولى اللي في صدورهم بقى ناحيتي. هو ربنا هيمكروا ليك، ربنا هيمكر لك، هيكيدوا ليك، ربنا هيكيد لك. فما تخافوش خالص من النقطه دي، ما دام انتوا فعلا بتعاملوا ربنا في الناس اللي قدامكم. تمام؟ يبقى احنا اهو هنخالط الناس باللي هو بالظاهر لينا. تمام؟ وربنا في يوم من الايام، والله مهما حصل، ما دام النيه صافيه، في يوم من الايام ربنا هيظهرهم ليكم على حقيقته. تمام؟ امتى الناس بتظهر؟ لما بتعترض المصالح، لما مصلحتك بتبقى ضد مصلحتهم، ساعتها بس. يا اما فعلا هم ناس كويسه فساعتها فعلا هيظهر الكويس اللي جواهم، يا اما فعلا كان في نفوسهم حاجه ليك، فساعتها هيبدا يظهر دوت. فما تستعجلوش، الزمن هيبين كل واحد على حقيقته. طيب خلاص ظهر، انا مش قادره اتعامل، او في جزء من الناس انا مش عارفه اتعامل معاه، الناس دي مرهقه نفسيا، متعبه نفسيا، بتستهلكني، بتستنفذني. هنتبع مقوله تانية لسيدنا عمر بن الخطاب، وهي بيقول فيها اعتزل ما يؤذيك. طيب عشان ما نطبقش المقوله دي غلط، لانها لو احنا طبقناها غلط هتعارض اصلا حديث عن الرسول عليه الصلاه والسلام، ان احنا المفروض نخالط الناس ونصبر على اذاهم، ده هيكون خير لينا وهيكون افضل عند ربنا. تمام؟ طب امتى نعتزل ما يؤذينا؟ سيدنا عمر بن الخطاب لما قال المقوله دي كان بيقصد بيها اعتزل ما يؤذيك، سواء في امور الدين سواء في امور الدنيا. في امور الدين طبعا اي حاجه هتخلينا نرتكب معاصي، هنبعد عن ربنا، هنبعد عن الطريق المستقيم، الصراط المستقيم بتاعنا، يبقى دي هنعتزلها ونحاول نبعد عنها. تمام؟ اصدقاء سوء، مجالس سوء، نعتزلها ونبعد عنها. طب في امور الدنيا هنعتزل الاشخاص المؤذيه المتعبه نفسيا اللي بتستنفذ طاقتنا. طيب هنعتزل مين اللي هنعتزله، وهنعتزلهم امتى؟ مش عشوائي. تمام؟ هنعتزل مين بقى؟ انا قسمت الناس صنفين: صله رحم اللي هم قرايبي من ابويا وقرايبي من امي. تمام؟ قرايب الزوج قرايب الزوجه دول مش صله رحم. تمام؟ يبقى قرايبي من ابويا وقرايبي من امي دول ما ينفعش نعتزلهم ونقطعهم نهائي، لان دي صله رحم. امتى نبعد عنهم ونحط حدود كبيره جدا؟ لما فعلا يكون الناس مؤذيه جدا، اذونا فعلا وتعمدوا اذيتنا، وحاجه واضحه جدا، مش مجرد ان احنا سمعنا من حد. تمام؟ بس حتى واحنا بنبعد ما نقفلش الباب خالص، لازم يبقى في مجال في صله الرحم ان احنا نسال عنهم، يسالوا عننا في الاعياد، في المناسبات، في الافراح، في الاحزان، ان احنا برضو في مجال يحتاجوا حاجه، ما يحتاجوش لحد غريب يقول لنا، او احنا لو عوزنا حاجه، لان صله الرحم دي كبيره عند ربنا. تمام؟ فما ينفعش نقطعها نهائي الا بقى بفتوى. يعني ساعتها لو لا انا مش قادر اتعامل مع الناس دول وهقاطعهم، يبقى فتوى، لان دي حاجه تخص الدين. تمام؟
طيب مين بقى الناس اللي نعتذرهم؟ باستثناء ما دون الرحم فعادي، اصدقاء، معارف، جيران، ناس حوالينا كده اتعاملنا معاهم لفترات وخلاص هم مؤذيين بالنسبه لنا نفسيا، ساعتها اعتزل ما يؤذيك. تمام. الناس ديت مثلا ايه، شفنا منهم وحش عملناهم كتير كويس، امتى هنعتزلهم؟ وممكن نعتزلهم تماما نهائي كانهم ما دخلوش حياتنا وكاننا ما دخلناش حياتهم وما نتعاملش معاهم اصلا لو حبينا، ومش هيكون اصلا ده مشكله علينا لان هما مش صله رحمنا، ما دام مش هنأذيهم فخلاص. انا شايفه في حالتين. تمام. الحاله الاولى ان الناس ديت احنا عملناهم كويس مره واثنين وثلاثه وعشرة، التمسنا لهم العذر في مواقف كتير ممكن ما كانتش تعدي، التمسنا لهم 70 عذر. ده برضو المفروض ان احنا يعني حديث عن الرسول عليه الصلاه والسلام ان انت التمس لاخيك 70 عذر. 70 مره عمال ماشي، لا ما كانش يقصد، لا معلش ما اصل عنده ضغوط، لا مش عارفه. تمام. ولو اكتر فاكتر. خلاص وصلنا لمرحله مش قادرين نلتمس اعذار، مش عارفين نستحمل. الناس دي بتشحننا طاقه سلبيه، الطاقة السلبية دي بتأثر علينا. وافتكروا دايما ان الانسان ما هو الا نفسية، لو نفسيته دي في يوم من الايام عجزت لا هو بيقدر على امور دين ولا امور دنيا والله. فنفسيتك دي اغلى ما تملك او اغلى ما تملكي. تمام. فالناس دي خلاص بقت بتشحننا طاقة سلبية، الناس دي بنصبر على اذاهم ونستحمل علشان العلاقة تستمر، وبعد كده بطلع بقى الطاقة اللي جوايا، الطاقة اللي انا شحنتها منهم دي والاذية اللي هم اذوها لي في ناس تانية ما تستحقش، ناس قريبة مني بتعاملني كويس فانا اروح افضيها فيهم. طب يبقى ليه؟ تمام. يبقى انا كده باذي نفسي نفسيا. تمام. استنفذوني خلاص. الحاله الثانيه ان انا هضطر اعاملكم بمعاملتكم، انتوا بتعاملوني وحش فانا هضطر هبقى زيكم، وساعتها ده هينافي ديني وتربيتي واخلاقي. ليه اخسر نفسي؟ ليه اخسر مثلا طبعي الكويس اللي الحمد لله انا شايفه ان هو كويس؟ ليه ابقى زيكم؟ تمام. فانا لا اكسب نفسي وابعد عنهم اسهل واريح كمان. تمام. يبقى هي دي المراحل اللي انا شايفه ان المفروض فعلا نعتزل فيها، وهم دول الناس اللي نعتزلهم. تمام. مش عشوائي ومش باستسهال، لان طبعا اعتزل ما يؤذيك مش معناه ابدا العزله عن المجتمع، ده ضد ديننا اصلا. تمام. طيب خلاص اعتزلناهم، يبقى ساعتها نهجرهم هجر جميل، هجر بدون اذيه. ما دام مش هننفعهم يبقى مش هنضرهم، وهنعاملهم يعني في البعد دوت باخلاقنا برضو، صادف وتعاملنا يبقى بمنتهى الاخلاق وبما يرضي الله. وساعتها هنتبع مهاره جديده وهنتعلمها، مهاره اسمها مهاره اللا حب. بلاش كره، مهما عملوا فيك بلاش. انا بكرهه، الكره ده بحس ان هو بيسود القلب من جوه، يعني بيخلي جواك طاقه غل وحقد وحسد وكراهيه وايه ده، انت قاعد وبالك بقى مشغول وذهنك مش صافي لانك شاغل نفسك بالناس دول او شاغله نفسك بالناس دول. فهنتعلم مهاره اللا حب. انا ما بحبكمش تمام، لكن مش بكرهكم، انتوا يعني عادي بالنسبه لي، فانا مش بكرهكم. تمام. هيخلي قلبنا من جوه كويس جدا، هيخلي قلبنا نظيف، مش هيبقى فيه غل ولا حقد ولا حسد ولا غيبه ولا نميمه اللي الكره والحقد دوت بيولدها، لان انت دايما حاطط الناس اللي انت بتكرههم دول في دماغك، فبتقعد تتكلم عنهم كتير وبتاخد طبعا سيئات عن الغيبه والنميمه. تمام. غير كده هيبقى عندك فلتر، مفيش مشاعر جوه الغل وحقد، لا هو يا دوب يا حب يا لا حب، لا شيء اصلا يعني. تمام. ودي حاجه هتوصلك لسلام نفسي رهيب، او هتوصلك لسلام نفسي رهيب. تمام. ودايما نفتكر ان اصلا اللي عنده قلب وصدر سليم كده تجاه الناس فده تعجل اصلا بنعيم من نعيم الاخره اللي هي ايه، ونزعنا ما في صدورهم من غل. فنتعجل ونبقى في الدنيا كده عشان ان شاء الله باذن الله ندخل الجنه ونكون كده. وخلينا نفتكر ان في راجل دخل الجنه وما كانش عمله كتير ولا اي حاجه، هو دخل الجنه بس عشان كان صدره نقي ونضيف كده، وكان بينام ومفيش في قلبه لا غل ولا حقد ولا حسد لاي حد. فسلامه الصدر دي نعمه اصلا، الا من اتى الله بقلب سليم. تمام. دي كده فنيات في التعامل، ازاي نتعامل مع الناس، ازاي وامتى نعتزلهم، وحتى لو اعتزلناهم ازاي من بعد الاعتزال ده نحافظ على سلامنا ونحافظ على شخصيتنا ونفضل زي ما احنا كده، بمعنى يعني بسيط ما تلوثناش الناس اللي احنا خلطناهم دول، ونحافظ زي ما احنا على نفوسنا طاهره وبريئه كده لغايه لما نقابل ربنا ان شاء الله باذن الله. اتمنى اني اكون افدتكم، وما تنسوش تصلوا على النبي، وانتظروا بقى سلسله الحلقات اللي جايه ان شاء الله باذن الله هتستفيدوا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.